السلام عليكم احلى مشاهدين واحلى متابعين في الدنيا، رب تكونوا بالف خير وسعاده. لما اختكم هبه الغلبانه دي بقى تقول لكم على حاجه تسمعوا كلامها وتصدقوها. لما اقول لكم ان منتخبنا رجاله ولاعيبتنا رجاله وان شاء الله باذن الله هيعملوا حاجه كويسه في الاولمبياد تبقوا تصدقوني. انا بمشي ورا احساسي يا جماعه، واحساسي كان بيقول لي كده. لما اقول لكم بقى بالعقل وبالمنطق ان البطولات المجمعه ما تحسبش اول ماتش وما تحكمش على المنتخب من اول ماتش، وان العيال محتاجه تحفيز ومحتاجه تشجيع، وان شاء الله الاداء هيتحسن بالتدريج ومع الوقت وهيجوا مع الماتشات لان هم هيتفهموا اكتر، هيتعاونوا اكتر، هيفهموا بعض اكتر. وده اللي حصل فعلا. منتخبنا النهارده وشبابنا شرفونا بالوصول للدور نصف النهائي في اولمبياد باريس للمره الثالثه في تاريخ مصر. منتخبنا الاولمبي يوصل لنصف نهائي الاولمبياد، حاجه تشرف. الولاد لعبوا 120 دقيقه واقفين على رجليهم، لعبوا مباراه كويسه جدا. كان ممكن يسجلوا اكتر من هدف اثناء المباراه لكن ما كانش فيه توفيق. حمزه علاء بسم الله ما شاء الله، غير ضربه الجزاء اللي صدها، يعني شال كام كوره برده في المباراه كانوا ممكن يخلصوا علينا خالص. كلهم كانوا رجاله، كلهم كانوا كويسين جدا. تخيلوا ان الشباب دي اللي انديتهم ركناهم في الثلاجه، واحد او اتنين او تلاتة بس اللي بيلعبوا في انديتهم في الفريق الاول، عملوا ايه؟ عملوا اللي ما قدرش الكبار يعملوه، عملوا ما قدرش المحترفين يعملوه. المجموعة الشباب دي فيهم لعيب واحد بس محترف، لعيب واحد بس محترف، يعني ملناش دعوه بكابتن مني، احنا بنتكلم على الشباب الصغيرين. شوف الانجاز اللي عملوه، وان شاء الله ان شاء الله يكون في احسن من كده، واحنا قادرين. يعني خلي عندك ثقه في نفسك، خليكم عندكم ثقة في رجالتكم في شبابكم، حفزوهم وشجعوهم. زي ما قلت التشجيع بيفرق جدا مع الشباب ده، هم بيسمعونا واحنا بنتكلم، بيتابعونا، بيتابعوا الناس كلها. بيعرفوا يفرقوا بين الحلو والوحش، بيعرفوا يفرقوا بين اللي بيشجعهم واللي ما بيشجعهمش. ادوهم حافز وخلوكوا وراهم وشجعوهم وان شاء الله هم قادرين. دلوقتي مباراة الارجنتين وفرنسا، واللي هيكسب فيهم هيقابل منتخب مصر ان شاء الله في دور نصف النهائي. نقدر، نقدر. وحتى لو يا جماعة يعني الله لا يقدر، بس نكون عملنا حاجة كويسة ونكون لعبنا برجولة زي ما لعبنا النهاردة مع أوروجواي. وإن شاء الله التوفيق حلفكم. ألف مبروك يا رجالة، ألف ألف مليون مبروك ليكم. ألف مبروك للمنتخب المغربي صعوده دور نصف النهائي. احنا ممكن نعمل حاجات كتير قوي يا جماعه، عندنا اللي نقدر نعمل بيه كل حاجه، ولكن احنا للاسف ما عندناش ثقه في نفسنا. ما عندناش الحوافز، كلنا بنفكر بس ان احنا نعمل تمثيل مشرف. لا، احنا مش عايزين تمثيل مشرف، احنا عايزين اداء مشرف، عايزين نتائج مشرفه، عايزين ارقام مشرفه، عايزين ميداليه يا رجاله. احنا مستنيين ميداليه ان شاء الله. احنا قدها وان شاء الله نقدر نجيب ميداليه وبالتوفيق. والف مبروك لمنتخب المغرب، والف سلام عليك يا كابتن زيزو، عملت مباراه هايله. كنت فعلا قائد. شكرا ليك وشكرا كابتن نني وشكرا لكل اللعيبه، عرفتوا فعلا تعملوا تيم كويس جدا. ومبروك للمدربين والجهاز الفني، ومبروك لمصر، مبروك ليكوا، واحلى مسا عليكم، والف مبروك وتصبحوا على الف خير.